عندما قلت إنها أكبر دولة تبث العنصرية والكراهية هي مملكة آل سعود، فأنا على حق. لكم المقطع من بنت من أب سعودي وأم يمنية كيف تعاني لأن أمها يمنية. اسمعوا حجم المعاناة. أسألتكم بالله بالذي خلقكم، أنا داخل الله ثم عليكم، اللي يشوف المقطع ينشره. والله إني خرجت من المستشفى الطب وإنهم ما رضوا يقبلوني في أي مستشفى، ما رضوا يقبلوني وأنا مريضة في أي مستشفى. قالوا لي ضروري إثباتش، ما نقدر نعالجش إلا بالإثبات. أنا لي 14 سنة في السعودية، 14 سنة وأنا في السعودية. الوالد خلص معاملتي وتوفى. أنا لا أب سعودي والأم يمنية، وخلصت كل الإجراءات حتى الفحص الدين، هذا تحليل الدم وخلصته، وكل إجراءاتي كلها ماشي سليم 100% والحمد لله. وكل ما أقول يجي الفرج وباخذ إثباتي، يجي الفرج وباخذ إثباتي، وأروح على حوان قسم الحريم والصار يقول لي اسمي هلال ما نقدر نسوي لك شيء، معاملتك عند قسم الرجال. قسم الرجال قسم الرجال ما هي عندنا. جيبي رجل يطلع لقسم الرجال، جيبي رجل يطلع قسم الرجال. جبت محامي من التطوع وجبت محامي من التطوع نفس 4 مرات و5 مرات أنا أجيب محامي، والمحامي نفس الحكاية يقول لي هلال ما نقدر نسوي لك شيء إلا واحد من إخوانك يجي يوقع، وأنا ما عندي حد، ما عندي أحد. أنا انظلمت، ما عندي أحد، عندي الله اللي خلقني. أسألتكم بالله بالذي خلق، أسألتكم بالله اللي كل من يشاف المقطع ودل الخير كفاله، ودل الخير كفاله، اللي يشوف المقطع يرسله، ينشر لما يوصل عند الملك سلمان وولي العهد محمد بن سلمان. أنا داخل على الله ثم عليكم، أنا داخل على الله ثم عليكم. أسألتكم بالله ارحموني، ارحموني، كل من يشوف المقطع ارحموني. أنا غريبة في وطني، أنا غريبة في وطني، أنا ما في شيء، أنا بس ما أبي أموت أكون مجهولة الهوية، أبي أموت على الأكل بكرامة يكون لي اسم. كفاية العمر اللي راح، كفاية العمر 50 سنة وأنا في معاناة 50 سنة، وتمنيت إني أدخل وطني وأموت في وطني وأعيش في وطني وأوصل خير وطني. أقسم بالله ما وصلت خير وطني، أقسم بالله ما عشت في وطني إلا مذبوحة مجروحة. من بياخذ حقي؟ يا ملك سلمان، يا ولي العهد، أنا داخل على الله ثم عليكم، تكفون ارحموني، ارحموني، أنا بموت كل لحظة، أنا بموت. لا حول لي ولا قوة، لا أخوان، لا أحد معي إلا الواحد الأحد فوق كل شيء. أسألتك بالله يا ملك سلمان، يا ولي العهد، داخل على الله ثم عليكم، تكفون يلي بتشوفون المقطع. أنا بنتكم، أنا بنتكم، ارحموني، يرحمكم من في السماء، ارحموني يا رب، يا رب، يا رب. شاهد العنصرية المقيتة التي تأتي من حكومة آل سعود في أرض الحرمين، في أرض نجد والحجاز. فتاة سعودية من أم يمنية تموت كل يوم من الوجع، من الألم، من القهر. لم تقبلها أي مستشفى من مستشفيات بلد الحرمين وقبلة المسلمين. كل ما راحت مستشفى يقولوا لها اثبتي هويتك، اثبتي هويتك، ويخرجوها تموت هناك في الشارع، جالسة تتجول من شارع لشارع ومن مستشفى لمستشفى. لم تجد من يقبلها ويستقبل حالتها المرضية. شوفوا الحقد، شوفوا الخبث، لأنه أمها يمنية، لأنه أمها يمنية، وقد جابت الإثبات وفحص DNA أنه أبوها سعودي. ما مات أبوها إلا وقد أكمل لها المعاملة. خايف على بنته من هذه الحكومة الجائرة. أين هم من يدعون أن خيرهم للعالم هذا كله؟ أين هم من يقولوا عننا أننا حاقدين بينما هم الذي يحقدون على الشعوب؟ لأنه أمها يمنية، لأنه أمها يمنية تموت في الشارع، وأبوها سعودي، أبوها سعودي، لكن أمها يمنية تموت بالشارع. هذا هو أنتم، هذه هي خباثتكم، هذا هو الحقد منكم أنتم مش مننا إحنا. إحنا فقط ردة فعل على أعمالكم، ردة فعل على معاملتكم لكافة المسلمين في أرضكم. الدين معاملة، وأنتم لا أبقيتم لا للقيم الدينية ولا عندكم قيم إنسانية.
تبكي وتتجول في شوارع المملكة، لم تجد من يستقبل حالتها المرضية، وهي تشرح عنصرية آل سعود من دموعها ومن بكائها ومن وجعها ومن ألمها ومن مرضها، تشرح عنصرية هذه الحكومة الجائرة على كل الشعوب. استمع لصوتها، استمع لمعاناتها، هذه من أب سعودي وأم يمنية، فكيف بالذي يأتي لا قرابة له بسعود ولا مع أهل من آل سعود، كيف يعاملون في أرض الحرمين في قبلة المسلمين؟ والله إنها كارثة. إن خلت منكم القيم الدينية فأين القيم الإنسانية بكم؟ ماذا أبقيتم لكم من وجه أمام كل الشعوب العالم؟ ما نوع هذا الحقد التي تكن حكومتكم لكل الشعوب؟ ولو كانت في أرض يهودية أو مسيحية أو بالهند أو بالسند والله ما طرحوها ولا تركوها ولا جعلوها تتجول من شارع إلى شارع تبحث عن علاجها. نتمنى من فاعلين الخير من أرض نجد والحجاز وكل من وطأت قدمه إلى أرضهم، من يستطيع الوصول إليها، لا تتركوها. الدنيا زائلة ولن يبقى لكم إلا أعمالكم الصالحة. تحياتي.